من كويت أمتنا حقوقي صارم لا يقنع بغير العدالة في الرؤية، باحث اجتماعي وسياسي لا يقبل بغير الموضوعية والأكاديمية تفكيراً ونهجاً، إعلامي رؤيوي لا يستسلم للأفكار الجاهزة بل يشدد على أصالة الانتماء والوعي، بالفطرة قومي اجتماعي اهتدى إلى سعادة بثقافته وبمنهجيته، المفكر الصديق الدكتور عبد العزيز بدر القطان الذي نتشرف باستقباله لا ضيفاً بل مضيفاً. بداية تحية سوريا. مساء الخير جميعا. وأنا شخصيا لما قالوا لي على الكلمة ما حبيت أني أكتب كلمة، لأني ضد صراحة استجداء العواطف أو الكلام الإنشائي. أنا يمكن ضعيف جدا في قضية أني أكتب كلمة وأقول أحب يكون الكلام من القلب إلى القلب، خصوصا لما يكون الكلام عن سعادة لنا هو السعادة الحقيقية. حكايتي مع الزعيم أنطون سعادة حكاية طويلة. أنا بداية قراءتي قراءة متنوعة، أقرأ بالفكر الإسلامي وأقرأ بالفكر المسيحي وأقرأ للجميع دون تحفظ، وهذا ما علمني إياه والدي المناضل بدر عبد الله قطار رئيس نقابة العمال الكويتية. فوالدي رجل قومي وكان ما يحب التصنيف، ودائما يوجهني بأني أقرأ للجميع دون استثناء، وأن لا أعير عقلي لكائنا من كان، أقرأ وانقد وانفعل وتفاعل. فكنت أقرأ لغاندي وأقرأ لنيتشه وأقرأ لفلاسفة غربيين وألمان وأقرأ لمفكرين إسلاميين وأقرأ الجميع دون استثناء. في ناس برعوا في الكتابة وألفوا الكتب عشرات الكتب، ولكن ما يمتلكون حس حركي على أرض الواقع، وهنا مشكلة. وهناك من يمتلك الأسلوب الحركي ولكن لا يمتلك رؤية استراتيجية حقيقية. ولكن عندما قرأت كتاب نشوء الأمم، وهذه بداية حكايتي مع أنطون سعادة، نشوء الأمم وهذه الألمعية وهذه العبقرية بهذا الرجل الاستثنائي ابن المرحلة، لابد يعني أنا صراحة الكتاب كان موجود في مكتبة والدي يمكن سنة 88 موجود، ولكن قرأته كنت صغير بوقتها، لكني قرأته فيما بعد قراءة واعية واستثارني الكتاب وقرأت بكل حواسي أكثر من مرة، مرتين وثلاث وأربع، وأعترف أني في أمور معينة ما استطعت أن أستوعبها، حتى قرأت تاريخ المرحلة اللي كان فيها الزعيم أنطون سعادة. وهنا الشاهد، لابد أن نقرأ المرحلة اللي كان فيها الزعيم أنطون سعادة حتى نفهم كيف كان يفكر الزعيم أنطون سعادة. لابد أن نقرأ المرحلة، بمعنى ما نجزء من التاريخ كله. يعني قبل أن نتكلم عن الزعيم أنطون سعادة لابد أن نتكلم عن الدكتور خليل سعادة، الفيلسوف الطبيب. هذا العقل وهذا الرجل اللي أنبت في عقل سعادة هذه الألمعية وهذه العبقرية، هو الرجل نعم أنا أتصور أنه إلى حد ما ظلم أيضا تاريخيا في الكتابة وظلم حتى في المقالات، نعم إشادات هنا وهناك، ولكن ما في دراسات حقيقية تتكلم عن فكر الدكتور خليل سعادة. فأنطون سعادة بهذه الألمعية وهذه الظروف الاستثنائية وكثر السفر والترحال والظروف الاجتماعية اللي مر فيها وحياته في الغرب خلته يكتب كتابة استثنائية. بمعنى هناك يعني كتاب كثر غربيين، ألمان، إنجليز، عرب، ولكن كلهم كانوا يكررون الكلام، كلام معاد ومكرر، كلام يعني صح التعبير كلام ميت. لكن يندر جدا أن تجد إنسان يكتب رؤى، يضع استراتيجية في بداية، في وسط، في نهاية، في كل مؤلفات سعادة، بداية وسط نهاية. وأنا أعتقد لو كان الله مد في أجله وفي عمره كان غير كثير من أفكاره، ولرأينا التطور الفكري لدى سعادة. ويفترض أنا أعتقد أن بعد قراءتي يعني العميقة لفكر السعادة، أعتقد لابد لنا أن نبدأ من حيث انتهى الزعيم أنطون سعادة، بداية حقيقية استراتيجية. نأخذ استراتيجية الرجل، الاستراتيجية التفكير لأنه هو شخصية بصراحة شخصية حركية،
أنطون سعادة ما كان رجل ابن المكاتب أو ابن التنظير أو ابن الإعلام، لا، ابن الميدان. هو الرجل ميداني جدا، لذلك في فلسطين كان من أوائل الكتائب اللي دخلوا فلسطين على الإطلاق، أول من دخل الأراضي الفلسطينية وقاوم وناضل. بالضبط. فهو الأول، أول من دخل. هناك كانت حركات إسلامية ولكن ما كانت تمتلك استراتيجية. أعتقد الآن وإحنا في سنة يعني 23 الميلادي اللي احنا فيها 2023، لابد لنا أن نأخذ بشكل جدي استراتيجية أنطون سعادة بعد ما فشلت بعض الحركات القومية واليسار والشيوعية وكثير، مع كل احترام لمن يتبنى هذه الأيديولوجيات وهذه الأفكار، لكن فشلت على أرض الواقع، فشلت. بقي عندنا بس فكر الزعيم أنطون سعادة. أعتقد نحتاج إلى قراءة جديدة، نحتاج إلى يعني هذا الرجل مربي وهذا الرجل مفكر وهذا الرجل سياسي، قلنا والكل كتب فيه، وقرأت لكثير من الشباب المنتمين للحزب يعني عشرات المقالات، ولكن مع كل احترامي لكتابها ما استطاع أحد أن يعني يأتي بشيء جديد أو يعرف استراتيجية الرجل وعبقرية الرجل وألمعية الرجل. ما استطاع أحد أن يبدأ بمشروع بداية يعني من حيث انتهى سعادة، نبدأ بداية حقيقية فعلية أكاديمية. أعتقد بأن هذه المرحلة اللي تمر فيها الأمة السورية من ضعف اقتصادي وتشرذم عربي ومواقف مخزية وتسلط الرأسمالية على الأمة العربية والإسلامية وكل الأمة، أعتقد مشروع سعادة هو المشروع الأنسب لهذه المرحلة الحساسة، ولكن شريطة أن يكون الموقف موقف حقيقي ونضع استراتيجية حقيقية لهذا الفكر. أنا أعتقد أن الكلمة هذه القصيرة